في الوقت ده كاي بيبقى ماشي ورا اثار رجلين تايجرس لقريه الدببه اللي لو ما كانتش راحتها ما كانش هيلاقي مكانهم، وكانت القصه هتخلص على كده. بس ليه بقى؟ لازم الغباء يحضر. وبنرجع لبول اللي بيكون عمال يفش غله في التمثال، وبتيجي تايجرس تكسر مجاديفه خالص وتقول له ان الفنون القتاليه لوحدها مش كفايه لهزيمه كاي لانه قوي جدا. فبيقول لها بس انا هستخدم معاه حركه الاصبع ووشي. فبتقول له تايجرس بطل هبل، بلا صباع ووشي بلا صباع كفته. بقول لك ايه، ده بيتحكم في عدد كبير جدا من معلمين الكونغ فو ومش من السهل انك توصل له. فايه كأن كده اهدى على نفسك، وعلشان تهزمه محتاج لمعلم كونغ فو كبير ويكون قادر يستخدم طاقه اللي احسن منه. ولا مؤاخذه يعني انت معلوماتك في الموضوع ده بلح. وفي الوقت ده بيجي ليه مع سكان القريه كلهم وفي الوقت ده بيجي ليه مع سكان القريه كلهم علشان يعرفوا بو انهم مستعدين يساعدوه في اي حاجه يحتاجهم فيها. فبيفرح بو جدا وبيبدا يدربهم على القتال في السريع منه، يعني اللي تايجرس قالت له ان هو مش هينفع معاه، ولكن هو تقريبا الاستيعاب عنده بعافيه شويه. وبيبدا يشرح لهم الخطه، واللي بتكون انهم هيشتتوا انتباه معلمين الكونغ فو